تخيلوا معايا اسلامي كتجلس دير معاه حوار وكيقول لك المراه في الخدمه ما الوضعيه ما مزياناش خصها ترجع للدار، هذا صافي راه ضرب راسو بالتصرفيقه، ما محتاجش كاع حتى تجاوبو لانه هو براسو غتلقى مراتو خدامه. وراك شفتوا كيفاش حزب العداله والتنميه عمر البرلمان بالنساء وعمر به الوزارات وكذا، وكلهم كيتخلصوا مزيان وكلهم دايرين الكاتكات. هاد النساء علاش؟ لانهم خدموا. ولكن منين تسول اي واحد فيهم يقول لك لا، المراه البلاصه ديالها هي الدار، بمعنى كيتكلموا ضد الواقع، ضد مصلحتهم، ضد داكشي اللي بغاو، ضد داكشي اللي كيديروا، ضد التاريخ، ضد كل شيء. ولهذا كيحسوا بالهشاشه. ومن لهنا كيجي التوتر. لما كتناظر واحد اسلامي كتحس به متوتر وفجاه كيتوجه للشخص ديالك، كيخلي القضايا باش يتهزم عليك. هذه عاده عندهم كاملين. فاذا السبب الرئيسي ديال هذيك الحملات هو الضعف ماشي القوه، لانك كانت القوه ما يحتاجوش الحملات. ما يمكنش لك دير حمله على واحد الشخص وانت في موقع قوه، ما كديرها الا لانك كتحس بالضعف. المناظره مع واحد اسلامي ما كتبقاش في العموميات، لان الكلام في العموميات ما كيديرش مشكل، ولكن البت في التفاصيل والجزئيات يثير الشياطين. كيف كيقول المثل الفرنسي ان الشياطين يعني تكمن في التفاصيل. هذيك التفاصيل لما كنبتوا فيها فكيوقع واحد النوع من الاحتقان، واحد النوع من الغليان، لان الناس ما كيقبلوش هذوك الحقائق التفصيليه اللي كتعطيها.